مش غريبة انك تكوني قاعدة في قمة الاسترخاء والراحة بالليل وانتي مركزة وبتسمعي بودكاست بيشرح بالتفاصيل المملة ازاي السفاح قطع الضحية وحطها في اكياس وبعدها تنامي نوم عميق. وانت يا معلم مش غريبة انك تكون سايق في زحمة اكتوبر ورايق وبتسمع قصة قتل وخيانة وتخطيط اجرامي مرعب، ولما تروح بالليل بدل ما يجيلك كوابيس وانت نايم تنام باسترخاء. السؤال اللي يخوف هنا واللي هيجي على بال ناس كتير، هو احنا للدرجة دي ثديين؟ هل جوانا وحش مرعب بيحب الدم والنكد وممكن في يوم من الأيام يتحول لقاتل متسلسل أو سفاح زي ما بنسمع في القصص؟ ولا الموضوع ليه جوانب تانية؟ لو عايز تعرف ليه بنعشق قصص الجرايم والسفاحين ركز معايا في اللي جاي وتعالى نفتح كتالوج اللعبة سوا. بص يا سيدي، الموضوع ملوش أي علاقة بالسادية، بالعكس ده خوف. عقلنا الباطن بيتعامل مع قصص الجرائم الحقيقية كأنه كورس تدريبي مجاني للنجاة. هنا بقى نروح لجامعة ألينوي والدكتورة اسمها أماندا فيكاري. أماندا عملت دراسة وقفشت ظاهرة غريبة جدا، إن الستات هما الجمهور الأكبر لقصص الجرائم والقتل. غريبة صح؟ طيب ليه بقى؟ الدراسة قالت فيما معناه إن الستات ما بيتاكلش بعقلهم حلاوة، هما مش مهتمين بالدم لكنهم عينيهم على شفرة النجاة. الستات لما بيسمعوا قصص الجرائم والقتل بيركزوا إزاي الضحية هربت، وإيه الغلطة اللي وقعت فيها الضحية، وإيه الحيلة الذكية اللي خلت المحققين يكشفوا بيها الجاني. الستات بالفطرة بيحبوا يعرفوا إيه الصفات بتاعت الشخص المؤذي عشان يتجنبوه في الواقع، فبيلاقوا القصص دي أفضل طريقة عشان يعرفوا منها الشخص المؤذي ويتجنبوه. يعني ببساطة عقلك بيشوف القصة دي كتدريب على سيناريو مرعب ممكن يحصل لك في الواقع، فبيتعلم ازاي يحمي نفسه عشان يحس بالأمان. يعني ببساطة انت مش سادي، انت بس بتأمن نفسك. طيب طالما الموضوع أمان وخوف، ليه بنحس بالمتعة والإثارة واحنا بنسمع القصة؟ ومش بس كده، ده احنا كمان مش بنسمع قصة واحدة، ده احنا ممكن يوصل بينا الحال ان احنا نخلص السلسلة كاملة في ليلة. الموضوع وصل ببعض الناس للإدمان على القصص دي، ما بيعرفوش يناموا غير عليها. هنا بقى اللعبة الكيميائية في دماغك، لما بتسمع قصة مرعبة فيها دم وقتل ومطاردات جسمك فورا بيفرز هرمونات الطوارئ اللي هما الأدرينالين والكورتيزون. ضربات قلبك بتزيد، توترك بيعلى، لكن في نفس ثانية الرعب دي مخك بيفرز الدوبامين اللي بيحسسك بالمكافأة والمتعة. في علم النفس في مصطلح عبقري لعالم اسمه بورزين، كان بلغة الكتالوج بتاعنا هنسميه الرعب اللذيذ. البشر هما الكائنات الوحيدة اللي بتستمتع بمشاعر سلبية زي الخوف والقشعريرة طالما متأكدين بنسبة 100% إنهم في أمان. يعني وإنت بتسمع قصة السفاح في الموبايل وقاعد بتاكل بطيخ وقاعد في أوضتك، إنت بتكون مستمتع لأنك متأكد إن السفاح اللي إنت بتسمع قصته ده مات من زمان. فانت هنا بتاخد جرعة ادرينالين واثارة ببلاش من غير ما تدفع الثمن ومن غير ما تحس باي خطر وانت قاعد في البيت. سبب كمان يخلينا نركز في القصة من اولها لاخرها بدون ما نوقع اي حاجة منها، هو اننا كائنات فضولية بطبعنا بتموت في كشف المستور. قصص الجرائم الحقيقية بتديك تصريح دخول لعقل المجرم، بتعرف ايه الدوافع اللي خلته يعمل كده وازاي شخص ممكن يعمل الجرائم دي، وده كله وانت قاعد في امان وحاطط رجل على رجل. والاهم من كده اننا ما بنتفرجش كمتفرجين، احنا بنتحول للمحقق كونان، بنجمع الادله ونربط الخيوط ببعض ونشك في الناني وفي البواب وفي الجاره. ولما التوقع بتاعنا بيطلع صح بنحس بالفخر واننا مكاننا مش هنا، احنا مكاننا في كليه الشرطه. واهم لحظه بنستناها في القصه هي لحظه الكلبشات. احنا بنحب نشوف المجرم اللي حير العداله واللي افتكر ان هو الاذكى وان محدش هيقدر يقبض عليه ولا يقتص منه، وهو بياخد على قفاه والعدالة هي اللي بتكسب. العلم بيسمي الظاهرة دي بفرضية العالم العادل. احنا بالفطرة جوانا ميزان نفسي محتاج يصدق ان الدنيا ماشية بميزان. اللحظة دي هي اللي بتحسسك بالطمأنينة وبتأكد لك ان الفرضية صح وان الدنيا مش غابة ولا الشر بيكسب دايما، وده هو اللي بيخليك تنام مرتاح. طب ازيدك من الشعر بيت واقول لك على حاجات حيرة. تعرف ان في سفاحين وقتلة متسلسلين زي تيد باندي وريتشارد راميريز كان بيجي لهم الاف الجوابات الغراميه وعروض الجواز من المعجبات وهم في السجن، وانت محدش بيعبرك. العلم قفش الموضوع ده وسماه متلازمه الهايبرسيتوفوليا، وبلغه الكتالوج بتاعنا معناها اعلى مراحل حب التوكسيك. ودي حاله نفسيه بتخلي بعض الناس تنجذب غريزيا للاشخاص المؤذيه والخطر، كنوع من انواع التحدي اللي هو انا هقدر اغيره بالحب، اللي هو I can fix him. بس انت بتطلع بفايده نفسيه من القصص دي اسمها المقارنه الاجتماعيه التنازليه. يعني بعد ما بتسمع القصص دي بتقول الحمد لله، انا حياتي اهون بكتير من حياه الناس دي سواء المجرم او الضحيه.
لما بتشوف الجرايم والمصايب السوداء دي، عقلك الباطن بيقارن حياتك بحياة الناس دي، فبتطلع بتنهيدة مريحة جدا، بتقول الحمد لله انا حياتي احسن بكتير من حياة الناس دي. انا عندي مشاكل، بس مشاكلي صغيرة، سواء مشكلة مع المدير او قسط العربية او حتى لسه مش لاقي شغل، بس على الاقل انا حر وعايش واقدر احاول مرة واتنين وتلاتة. الجريمة هنا بتبيع لك رضا نفسي عن حياتك الروتينية اللي انت ما كنتش راضي عنها من شوية. في النهاية هوسك بقصص الجرايم مش معناه انك سادي او محتاج تتعالج، ده معناه ان عقلك صاحي بيتعلم وبيتدرب وبيفهم الطبيعة البشرية عشان يخليك تعيش اطول واكثر امانا. قولي في الكومنتات بكل شجاعة ايه اغرب جريمة سمعتها وما قدرتش تنام بعدها. مستنية كومنتاتكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك والشير، واعمل منشن لصاحبك المهتم بالجرايم. انا بسمة عادل، وده كان كتالوج اللعب. سلام.